مساء الفل. الناس كلها فرحانه بقائمه الكابتن حسين لبيب. ليه الناس فرحانه بقائمه الكابتن حسين لبيب؟ وليه في طموحات والناس مبسوطه ومتفائله بالقائمه دي؟ لسببين. اول سبب ان ما فيهاش رئيس واحد، او ما فيهاش انا بس، يعني انا اللي بتكلم، انا اللي بعمل، انا اللي بجيب، انا اللي بودي الانا. مفيش مجلس اداره كله بيهز راسه. دي اول حاجه. تاني حاجه، ان القايمه متنوعه. تعال اشرح لك كده ايه الدنيا ماشيه ازاي. اول حاجه، ما فيهاش رئيس واحد، بمعنى كابتن حسين لبيب يقدر يشيل قايمه لوحده، كابتن هشام نصر يقدر يشيل قايمه لوحده، كابتن احمد سليمان يقدر يشيل قايمه لوحده. بس الثلاثه اشتغلوا تحت الكابتن حسين لبيب، او اشتغلوا كلهم في قايمه الكابتن حسين لبيب مع بعض، وكلهم مش عايزين حد رئيس ولا حد يبقى كلنا رؤساء والكلام ده كله، كله شغال علشان نادي الزمالك. يا ريت لو نجحوا يبقى ده السيستم بتاعهم وده دماغهم، علشان يعدوا الدنيا ويبقى في مجلس اداره كبير محترم بيليق بنادي الزمالك. دي اول حاجه. تاني حاجه، الكوادر اللي موجوده كوادر متنوعه. يعني ايه كوادر متنوعه؟ يعني كابتن حسين لبيب كان لعيب هاندبول كبير، كابتن هشام نصر ده كان رئيس مجلس الاتحاد المصري لكره اليد. فدي الاتنين دول رساله لوحدهم ان هم يهتموا بالعاب الصالات، هاندبول بقى، باسكت، طايره، اي حاجه. فالناس دي عندهم خبرات كبيره، كواحد ماسك الاتحاد المصري لكره اليد، او كابتن حسين لبيب كان بيلعب كره يد. فتبقى عندهم من الخبرات اللي هتخلي تنظف وتنمي وتطور العاب الصالات اللي كانت بقالها كام سنه ضايعه خالص، او في اخر كام سنه يعني. دي اول شق. الشق الثاني، ان فيها كابتن احمد سليمان مدرب كبير لحراس المرمى، وكابتن حسين السيد كان برضو حارس مرمى. فده شق كرة القدم. هو اكيد في لجنة كورة متخصصة بقى لكرة القدم، يعني هم كحراس مرمى اكيد ليهم خبرات وكل حاجة، بس كلجنة كورة بقى تقيم اللعيبة اكتر، ويجيبوا لجنة كورة ناس فاهمة، ناس ليهم حرية الرأي والاستقلالية، ملهمش دعوة بمصالح مجلس الإدارة أو إحنا عايزين نجيب دوت أو السمسرة أو العمولات أو الكلام ده كله. فيشتغلوا مع بعض كابتن احمد سليمان وكابتن حسين السيد، ويجيبوا لجنه كوره او مجلس يعني يدير كره القدم، يعني يبقى ناس محترمه جدا، وناس يطلعونا بقى من الناشئين، يجيبوا ناس سعرها كويس، يبتدي يجيب ناس مش نجوم والدنيا تمشي، مش كل حاجه نجوم. الشق الثالث اللي موجود في المجلس الاستاذ هاني برزي. الاستاذ هاني برزي ده رئيس مجلس اداره شركه ايديتا. فانت جايب لك واحد رئيس مجلس اداره شركه، فاكيد عنده من الخطط والتطوير انه يعني يخلي الزمالك زي شركه، او ينمي مواردها ويجيب موارد للشركه للزمالك يعني. فدي حاجه حلوه، حاجه حلوه جدا، كمان راجل اعمال ناجح كمان. الاستاذ هاني شكري ده رابع واحد. الاستاذ هاني شكري هو رجل اعلام في المقام الاول، فده هينفعنا جدا 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 في قناه نادي الزمالك، يطورها بقى، يغير من المحتوى بتاعها، يعني ما يجيبش ناس ما لهمش قابليه ان الناس تتفرج عليهم، لا يشد الناس. يعني هو عمل ايه؟ هو كان عامل يعني اللي معروف ليه، يعني كان قبل فاهيتا وكان ماسك ملف الترويج للسياحه المصريه، وزاره السياحه المصريه. فراجل عنده خلفيه اعلاميه، هيطور من قناه الزمالك، وممكن يجيب لها بقى رعاه ويطور من شكل البرامج والكلام ده كله. فمجلس الاداره كله على بعض كده متنوع، في اختصاصات كتير موجوده فيه. طب اتكلمت على ابرز الناس، في اختصاصات كتيره فيه، في تنوع، مفيش رجل واحد، مفيش انا. فان شاء الله باذن الله يعني اللي ينزل قدام قائمه الكابتن حسين لبيب يبقى يا على نفس المستوى يا ما ينزلش. يعني الناس قويه كده برضو، لو في شخصيات وكوادر قويه برضو كانت تنزل تعمل منافسه كويسه قوي، ونشوف الاصلح منهم هو اللي يكسب. بس في مبدئيا كده في الاول، لا الدنيا مبشره ان شاء الله، وقائمه مليانه بالناس الكويسه باذن الله. شكرا.